مدير إداري لاتحاد الكورة فاشل، بيضر بالمصلحة العامة، بيخبي الجوابات، بيحاربوا النادي الأهلي. هنا بنعمل استفتاء وهمي لناس فشلة فشلة فشلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة حكاية الكورة مع عمر. مبروك الفريق المغربي الشقيق الصعود لدور الثمانية لكأس العالم قطر 2022. المغرب كان أول فريق عربي يصعد دور ال16 سنة 86، وأول فريق عربي يصعد دور الثمانية 2022. أعتقد الكلام ده مش من فراغ. هم حاليا عندهم جيل عارف يعني إيه قيمة التيشيرت اللي هو لابسه، عارف يعني إيه يغير على بلده. شوفوا لعيبة المغرب وهي بتلعب يا جماعة، إصرار، عزيمة، عايزين يرفعوا اسم بلدهم، غيرة على البلد، مسؤولين كل هدفهم إنجاح المنظومة، مسؤولين بيحاربوا عشان يجيبوا حقوقهم واللي مش حقوقهم، لكن بيحارب، مش مركز في السبوبة، مش مركز في المجاملات، بيحارب عشان خاطر تطوير المنظومة الرياضية ببلده. احنا بقى عندنا بيحصل ايه؟ بنعمل استفتاءات وتكريمات لاتحاد كرة فاشل في الصعود لكأس العالم، فشل في الفوز بكأس الأمم الأفريقية، فشل في كأس العرب، فشلت جميع المنتخبات الشباب في جميع المسابقات اللي دخلتها، فشل ذريع على المستوى الرياضي والتنظيمي، سبوبات، اختيار مدربين فشلة عشان العمولات والمصلحة، مدير إداري لاتحاد الكورة فاشل، بيضر بالمصلحة العامة، بيخبي الجوابات اللي بتيجي بيخبيها، عنده الكلب مكيالين. فشل إداري. بيعملوا إيه تاني؟ بيحاربوا النادي الأهلي. النادي الأهلي اللي هو كويس، اللي هو قوامه المنتخب بيبقى 60 70 80%، بيبقى المنتخب كويس. كملوا حرب في النادي الأهلي، كملوا حرب وقعوا المنتخب تاني. مش هتقدروا تفهموا إن المنتخب هو النادي الأهلي. النادي الأهلي كويس، المنتخب كويس، لكن منظومة المصالح والسبوبة، فريق بيقدم ملحمة في كأس العالم وبيصعد لدور الثمانية، واحنا هنا بنعمل استفتاء وهمي لناس فشلة فشلة فشلة، بنقول عليهم الأفضل. لما دول الأفضل، أمال الفريق اللي وصل دور الثمانية في كأس العالم ده يبقى إيه؟ يا فشلة. السيادة الرئيس أرجوك طهر المنظومة الرياضية، طهر المنظومة الرياضية. الرياضة والكورة الشعب المصري بيتنفسها. طهر لنا المنظومة دي يا ريس بعد إذنك. الناس دي فاسدة وما تستحقش تقعد على الكرسي. في ناس أشرف بكتير. عايز حد يقعد يخطط، عايزين حد يقعد يخطط للكرة المصرية. اختيارات مدربين ما فيهاش مصلحة وشبوبة، فيها المصلحة العامة. خطة تتعمل، مش يبقى الفشل راكبنا وغرقانين فشل ونطلع الإعلام بتاعهم يطبل لهم. فين عملتوا إيه؟ هو دور اتحاد الكورة في أي دولة إيه؟ تطوير المنظومة الرياضية. فين التطوير؟ مش شايف أي تطوير. رابطة الأندية دورها إيه؟ دورها تقعد مع مدربين الفرق المنافسة اللي عايزة تمشي، يقعدوا معاهم كده، لا خليكم النبي زعلان ليه؟ ده مش دوركم يا بهوات، ده مش دوركم. المنظومة الرياضية بالكامل عايزة تتطهر، عايزة تتفجر. انسف حمامك القديم. والله أنا فرحان لمنتخب المغرب، وفي نفس الوقت حزين أوي 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 على اللي احنا وصلنا له. احنا وصلنا لمستوى وانحدار. ممكن نخسر مسابقة تصفيات بطولة، بس نكون ماشيين على الطريق الصح. احنا مش ماشيين صح، احنا ماشيين بالفهلوة، ماشيين بالفهلوة. شوفوا الناس أهمها مصلحة المنتخب بتاعها.
كان ماسكهم خليلوفيتش دوت اللي كان ماسكهم، ولقوا نتائجه مش مظبوطه، وقبل البطوله ما فيش شهر مشوه جابوا مدرب وطني. انا هاممني المصلحه، مش هاممني حاجه تانية. مدرب وطني عنده حمية على بلده، لعيبه عندها حمية على بلدها، محترفين بتوعنا بيجوا هنا ما بيلعبوش. اتفرج على حكيمي، اتفرج على زياش، اتفرج على ياسين بونو، شوفوا الناس دي قلبها على منتخبها ازاي. انا اقول الخطأ على مين؟ منظومه يا ريس، يا جماعه حد يعني اسمعونا. منظومه الرياضه في مصر فاسده، الرياضه كل يوم من اسوأ لاسوأ. يا سياده الريس نداء اخير، ارجوك تدخل لاصلاح المنظومه الرياضيه الفاشله. ومبروك للمنتخب المغربي من قلبي مره تانيه، ونتمنى بكره ان شاء الله التوفيق للاهلي في مباراته مع طلائع الجيش، مباراته مع غزل المحله، ونتمنى تحكيم عادل، ما يحاولوش يقربوا المسافات بالاساليب القذره بتاعتهم، ونتمنى نشوف تحكيم عادل ايضا في مباراه طلائع الجيش والزمالك، ونتمنى نشوف الطلائع بنفس الاداء اللي لعبت بيه قدام النادي الاهلي. من هنا هتصلح المنظومه. كلب ميكيالين ما بيجيبش نتيجه، الكلب ميكيالين بيفسد اي منظومه في الدنيا. كله يتحاسب، كبير وصغير، كله زي بعضه. لكن انا اجيب ده عشان يلحق دوت. بكره انا متاكد هتحصل مهزله تحكيميه في ماتش الاهلي، وهتحصل مجاملات فجه في ماتش الزمالك عشان يلحقوا يقربوا فرق ال4 نقط. ده من ضمن الفساد، وانا مستني ده، وهطلع اتكلم عن ده بكره ان شاء الله. ونتمنى من كل قلوبنا ربنا يكرم النادي الاهلي بكره ويوفقه ويحقق ال3 نقاط، وبعد كده نشوف بقى موضوع الفساد التحكيمي واتحاد الكوره ورابطه الانديه. ان شاء الله نتقابل بكره على خير، والنادي الاهلي كسبان مباراه غزل المحله. وتصبحوا على خير.